لان ملي تيعطينا التعريف والاطار ثانينا التعريف الاول واش انا الوزاره او المشرع دابا التعريف حاجه واللوائح المهن حاجه. وعلاش الغرف الاخرى دايره غرفه الصناعه غرفه التجاره والصناعه وخزاتها علاش؟ غير بلاتي انا بعدا متفق على التعريف مزيان، اللوائح فيها نقاش انا متفق معك، لا التعريف ما كاينش مشكل. علاش؟ قال لك يحددوا هذا القانون هذه الماده الاولى تعريف الصناعه التقليديه، اصناف تعريف شكون هو الصانع التقليدي والمعلم التعاونيه. هذه الاخرى تتقول لي هي سنه الاحتجاج عندنا خدا نازعوه مثلا نمشيو الى المحكمه ونربحوه وتيصدر قرار لصالحنا وتنجيو ننفذوا عليه حنايا فيها اللي واسي. هنايا فاش ما يكونش الاختلال اللي عندنا في الاداء ديالنا تلغيو به اوضاع قانونيه اخرى. فتمثيليه المهنه مثلا كيف ما تيهضر عليها القانون والسيد راه ما نسبش بالتسميه. علاش نهضروا على التسميه دابا؟ علاش نهضروا على هذا؟ التسميه فاش نقولوا الصناعه التقليديه مجرد دابا انت راك تمثل. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا النائب الثاني لرئيس غرفه الصناعه التقليديه لجهه فاس الناس. حنا اليوم والبارحه ان شاء الله باذن الله كانت عندنا واحد الدوره تكوينيه ديال اعضاء غرفه الصناعه التقليديه، كانت حول دور اعضاء غرف الصناعه التقليديه في الترافع على القضايا ديال الصناع التقليديين. واليوم عندنا ورشه حول مناقشه او دراسه القانون 5017. كي كتعرفوا بلي هذه الورشه هي جد مهمه، هي كاين واحد او تبادل المعلومات بين الاعضاء وبالاحرى هو تبادل المشاكل والاقتراحات ديال الحلول ديال هذه المشاكل اللي كتخلل هذا التنزيل ديال هذه القوانين هذه. من بين هذه الحويجات هي ديال التسجيلات ديال الصناع التقليديين وكذلك الحث ديالهم للسجل الوطني. لان كي كنعرفوا كاين واحد ربما كي غنقولوا كاين واحد التضارب في هذه المساله هذه. لان البارح كنا كنسمعوا بلي الصناع التقليديين تخصص لهم واحد الاقل تسعيره هي ديال 135 درهم، وكذلك عندنا الناس في حين ان تم التصريح ديال الحكومه من بعد ان الناس اللي داخله في الفراميد كلها غدوز تلقائيا غدوز الامو التضامن. عندنا واحد العدد كبير في الجهه ديالنا ديال فاس مكناس اللي هما ناس اللي بحالهمش، ناس اللي هما بسطاء، ناس اللي هما فقراء اللي هما كينتميو لهاد الفئه هذه ديال الفراميد اللي كان خاصهم الصراحه بمجرد انه يكون عندهم مؤشر اللي كيمنحهم انهم يستافدوا من التغطيه الصحيه المجانيه خاصهم يدوزوا الله يحسن العوان. هما ناس كيخدموا عمل موسمي او عمل صيد، لان كاين اللي كيصور 40 درهم 30 درهم ماشي في الامكان ديالو انه باش يخلص التغطيه الصحيه. لهذا كنطالبوا اليوم الاخوان باش يدوزوا هاد الناس عن طريق المؤشر بحالهم بحال جميع المواطنين المغاربه. الاخوان المساهمين على هذه القناه وبصفه عبد العزيز الصدقي رئيس غرفه الصناعه التقليديه ورئيس ديال لجنه الشؤون الاجتماعيه داخل غرفه الصناعه التقليديه. الدور ديالنا كلجنه ديال الشؤون الاجتماعيه هو اننا في هذا المعرض هذا ديال المنفعه الجلديه قمنا باجتماعات حول هاد الناس اللي غنتكرموا في هذا المعرض هذا في النسخه الثانيه ديالو. بالنسبه بالتنسيق مع المصنوعات يعني الاخوان ديال المصنوعات الجلديه اللي هما يعني داخل هذه الغرفه، وعزلنا واحد الناس واحد 10 ديال الناس اللي هما فرقوا الحياه ديال الدنيا رحمهم الله، اللي هما ناس عطاو الكثير لهذا الوطن بالصنعه ديالهم بالوطنيه ديالهم بالمجهودات ديالهم. والناس يعني وفكرنا باش هاد الناس هادو يتكرموا ويكونوا العائلات ديالهم حاضرين باش كان دوك الناس بانه راه المؤسسه ديالهم ديال الصناعه التقليديه رئيس المعارض. هذا المعارض هذا عليه ولكن يبقى صناعي يبقى حريفي معنا. من
2016 فاش طلعنا كأعضاء أنا بسيسي مع الانضباط طلعنا كنطلعوا القطاع ديال الصناعة التقليدية في الغرفة ونضلنا على هذا المعرض هذا الموضوع السيء لأن كان غير موضوع ديال الخشب وخدينا النسخة ديال الخشب درنا ديال الجلد تمت النسخة الأولى في 2019 بنجاح كبير إلا جات كورونا ودرنا صحتنا الفرصة دابا باش نديروا هذا المعرض هذا النسخة الثانية في 2024 الحقيقة خدمنا عليه كثير تقنيا وفنيا والحمد لله تم بنجاح وكاين نجاح ديالو وكندعو الزوار ديال فاس ولا خارج فاس باش يزوروا القصرة وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المجهودات ديال الاطور ديال رئيس اللجنه الجهويه للتكوين. اليوم سعادة التواجد اليوم ضمن فعاليات المعرض الوطني الثاني ديال الجلد واللي تيجمع واحد العديد ديال الفعاليات نشيطه في هذا المجال هذا بخصوص يعني الانشطه الموازيه. هناك انشطه ديال التكوين المستمر والتكوين بالنسبه لا الاعضاء ديال غرفه الصناعه التقليديه ولا العارضين. بالمناسبه اليوم عندنا ورشه تكوينيه بخصوص القانون المنظم ديال الغرف اللي هو القانون ديال 2017 واليوم انا جيت سعيد بتواجد الاعضاء كاملين تقريبا ديال غرفه الصناعه التقليديه مع صحبه الاستاذ رشيد اللي في الواقع تيشرح لنا العديد ديال الامور بخصوص هذا القانون اللي هو المنظم ديال الغرف بكل حيثياته بكل فصوله بكل المواد ديالو اللي في الواقع استفدنا اليوم بزاف. كذلك هناك ورشات تكوينيه تخص التسويق ديال المنتجات الصناعه التقليديه بالنسبه إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في قناة وطني 24 وتفعلوا خاصية الجرس باش توصلوا بكل جديد.